لحد ما يشوف العميل اللي بعده. لكن بيتفاجئ محمد بشروق مراته وابوها جم قعدوا قدامه، وبدأ حماه يكلمه ويقول له انت ازاي اللي عملته في بنتي ده. محمد بيقول له طب ممكن نخلي الموضوع نتكلم فيه في البيت، لكن حماه بيكمل كلامه وبيقول له انت ازاي تطرد بنتي من بيتها بعد نص الليل، وهو بيقول له يا عمي انا ما طردتهاش، هي اللي مشيت. حماه بيقول له ان كل ده علشان قالت لك انها حامل من وراك. طبعا كل الكلام ده بصوت عالي، والناس الموجودين في الفرع كلهم بيبصوا لمحمد بصة استغراب، لكن هو بيصحح بسرعة بيقول له حامل من ورايا بس مني، يعني حامل من ورايا مني. حتى بتاع البوفيه بيبص له بصة غريبة باستحقار. وفي الوقت ده اخت محمد بتوصل وبيطلع ان حماه هو اللي كلمها وخلاها تيجي، ومرضاش يجيب باقي العيلة عشان ما يكبرش الموضوع. وساعتها محمد عشان يلم الدنيا بيقول له خلاص انا موافق على موضوع الحمل، يلا روحوا بقى دلوقتي. وطبعا اخته بتكون اول مرة تعرف موضوع الحمل، وبتبارك لشروق وبتاخدها بالحضن وبتفقع زغروطة في وسط الفرع. وواحدة من العملاء بتستغرب تسأل في ايه، بيرد احد العملاء الموجودين بيقول لها موظف الفرع مراته حامل. وفجأة بعد ما بيمشوا محمد بيكلم نفسه وبيقول هو أنا ليه حياتي الشخصية بقت بودكاست. وبيفوقه مديره وبيبارك له على الحمل بطريقته، وبيشيله 3 أيام خصم و4 ساعات إضافي في شيفت النهاردة. وبعد الشغل بيروح يزور صاحبه شوقي اللي عنده 3 أولاد، وواخد أجازة عشان ابنه تعبان ومراته راحت الشغل لأنها خلصت كل أجازتها. وبيحاول يطمن منه على موضوع الخلفة والأولاد، لكن اللي بيشوفه في البيت عنده بيخليه يتشائم أكتر، ويقول له الخلفة حلوة بس آخرك عيل واحد، لو عرفت تخلف نص يبقى كويس. هو بينصحه انه يدور على شغل تانية لأن شغل الفرع ده مش هينفع لوحده. وبيرجع على البيت بيلاقي مراته مجهزة له الأكل وبياكل، وبيطلع البلكونة لأنه لسه زعلان من الموقف اللي اتحط فيه وشروق بتصالحه. وبيروحوا عند دكتور النساء عشان يكشفوا ويطمنوا على البيبي، بيلاقي الكشف ب500 جنيه وبياخد أول صدمة. وعند الدكتور في السونار الدكتور بيكشف وبيكتشف حاجة غريبة، إن شروق حامل في 5 أطفال، 5 توائم. وبتظهر على محمد علامات التشنج لما بيسمع الكلام ده، وبيطلب من الدكتور انه يعمل لها اجهاض، لكن الدكتور بيرفض وبيقرر يروحوا لدكتور تاني علشان يتأكدوا. وبيروحوا لدكتورة بتقول لهم نفس الكلام. ولما محمد بيطلب من الدكتورة تخلصوا من الحمل ده، بتقول له ان الحمل لو كان فيه خطورة على الام او الاجنة كان ممكن، لكن في الحالة دي مفيش خطورة على الاجنة ولا الام. وساعتها بيقول لها طب والاب كده في خطورة على الاب؟ وبيضطر انه يقبل الامر الواقع، وبيحكي لصاحبه شوقي اللي بيقول له انا قلت لك خلف نص تخلف لي 5. وبيروحوا مع بعض يسألوا شيخ في المسجد عن الاجهاض، لكن بيقول لهم حرام شرعا، وبيقول له ان ده قتل نفس وان الاطفال هتيجي برزقها. وبيروح لاكتر من شيخ تانيين وبيقول له نفس الكلام، وبيتصل بشيخ على التلفزيون بيقول له نفس الكلام. وهنا شوقي صاحبه بيقول له انت قدامك حل من الاتنين، تنزل الحمل وتشيل ذنبه، او تسيب الحمل وتشيل ذنب 5 عيال هيتشردوا.